يسأل أحد الإخوة في سناب شات يقول: ما الفرق بين المسجد والمصلى، وهل لهما نفس الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسجد يختلف عن المصلى. المسجد تترتب عليه أحكام المسجد من جهة أولا أن من دخله لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه، ولا يجوز الاشتران الضالة، وإلى بقية أحكام المساجد. وأما المصلى فهذه الأحكام لا تنطبق عليه. المصلى مكان يصلى فيه، لكن لا تنطبق عليه أحكام المسجد. ولذلك إذا دخل الإنسان المصلى لا يأتي بتحية المسجد، لأنه ليس مسجدا ولا تترتب عليه أحكام المسجد. وهناك فروق بين المسجد والمصلى، من أبرزها أن أرض المسجد موقوفة وأرض المصلى مملوكة. هذا من أوضح الفروق. والمسجد مبني للصلاة لغرض أن يصلى فيه، يعني هذا المبنى بني لغرض الصلاة، من بنى لله مسجدا. وأما المصلى فهو مكان يصلى فيه، قد لا يكون فيه بناء وقد يكون فيه بناء، لكن لم يبنى لأجل هذا الغرض، لم يبنى لأجل هذا الغرض. فإذا المسجد تترتب عليه أحكام المسجد، وأما المصلى فلا تترتب عليه تلك الأحكام.